الوضع نتاع المهاجرين، فاهمين شنو القانون اللي يطبق عليهم، فاهمين شنو الواجبات المحمولة على الدولة التونسية، فاهمين شنو دور السلطة أمام مثل هذه الأمور. ما فاهمين حتى شيء، لأنه إعلام أورنو أتلانتس يهز لنا ويحط غادي ويعوم في القضية، وعمره ما نهار حكى على القانون بتاع اللاجئين ولا على القانون الدولي ولا على القانون الإنساني ولا على مفوضية اللاجئين في تونس، ولا حكى لنا على الشيء هذايا الكل. أنا اليوم نقول لكم يا توانسة، الخطر صار والمهرة صارت. اليوم عندنا زوز حاجات باش نحكيو فيهم. الحكاية الأولى واللي هي مستعجلة جدا، وقف النزيف نتاع توافد هؤلاء وغيرهم على البلاد التونسية. سكر النزيف اليوم يلزم نوقفوا للمهاجرين. خلي ساعة شوفوا اللي عنا الداخل، وعادش حتى قبول لوافدين جدد. والحاجة الثانية هي اللي مش نقولوها، المطلوب شنو من الدولة التونسية باش تخلص شعبها من هذه المصيبة. إذا عندنا زوج حاجات التوانسة لازم يفهموهم. الدولة يلزمها توقف النزيف نتاع التوافد، ولهنا نحملوا المسؤوليات لحراس الحدود. ما عندناش حاجة أخرى. اليوم يلزم التوانسة يسألوا اللي جايين من جنوب افريقيا، من افريقيا نقولوا احنا خلينا جنوب الصحراء، يا اخي عندنا حدود معاهم الدول هذوكم احنا؟ اذا كيفاش دخلوا لنا؟ دخلوا لنا عن طريق ليبيا وعن طريق الجزائر. انا نحب نفهم وين اللجان المشتركه نتاع حفظ الامن نتاع حدودنا، وين علاش الجزائر يجيوها تخرجهم من بلادها وتبعثهم لك اللي كنتي، وعلاش انت مجبور تقبلهم وتحللهم كيفاش يدخلوا؟ هذه نعرف يجاوبونا عليها. توا احنا نفكوا اللغز. ليبيا قاعده تجيب من غادي. اذا اليوم السلطه ما هي عامله حتى ربع مجهود. لا ريت رئيس الحكومه حكى في الموضوع، لا ريت وزير الخارجيه حكى مع نظيره الجزائري ولا الليبي ولا اللي تحبه، لا ريت وزير داخليه، لا ريت مؤسسات واجهزه قاعده تحكي على حمايه الحدود. وانا شنو اللي نفهم انا؟ نفهم ان السلطه مش مقلقها التوافد علينا من الجزائر ومن ليبيا. نفهم ان السلطه ماهيش عامله حتى مجهود باش تحمي التوانسه من هذا التوافد اللي غرق البلاد. اذا لهنا نحب نفهم وجاوبونا. تحبوا تحطوني في الحبس حطوني. هل طلب من السلطه التونسيه الضعيفه غير الشرعيه ان تقبل بهذا الوضع وان تصبح تونس مسق لنزاعات نتاع الارهاب نشوفوهم، ومسق لاستقبال كل من له مشكل في اي مكان في العالم من غير حتى ما تثبت لشكون لكيفاش لعلاش؟ هل طلب منا لعب هذا الدور؟ اذا كان طلب منهم هذا الدور وقاعدين يلعبوا فيه فهذا هو الخطر الداهم، وهذا هو التلاعب بالامن القومي التونسي، وهذا لن نقبل به. انتم تسجنوها واحنا ننتخبوها. 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 انتم تسجنوها ونحن ننتخبوها. الزعيمة عبير موسي انتم تسجنوها واحنا ننتخبوها. انتم تسجنوها ونحن ننتخبوها. هيا انتم تسجنوها احنا ننتخبوها. انتم تسجنوها واحنا ننتخبوها.